السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. ظهور القرش في شواطئ وسواحل المغرب، هذا واحد العنوان كبير تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مع تحذيرات للمصطافين والناس اللي كيتبحروا، تيقول لهم عندكم راه الشواطئ ديال المغرب راه جا فيها القرش، بل نشرت حتى مقاطع فيديو ديال ناس في البحر حتى تيهجم عليهم القرش. وكاين اللي واحد الفيديو اللي بانت فيه واحد السيده عندها قرش وتيهضر فيها واحد الشخص كيهضر بالدارجه وتيقول لهم شوفوا القرش راه جا وك عباد الله، حضيو راسكم شواطئ الريف و. فهنا في هذا الفيديو غادي نهضروا على جميع هذا الشيء اللي تنشر، وكل فيديو وكل مقطع وكل حاجه على حده باش نوضحوا للناس اشنو كاين بالضبط. فنبداو من الفيديو الاخطر، الفيديو اللي ضرب واحد العدد كبير ديال المشاهدات، والفيديو اللي عليه واحد الجدل كبير. انا فاش وصلني في البدايه بان لي السيد كيضرب الدارجه، كيحاول يقلد اللهجه الريفيه وكيقول بان شوفوا عباد الله راه القرش وصل للسواحل ديال الريف، وبين العيالات تما كيغوطوا، واحد المراه مضروبه وكاين حتى لي طراس ديال الدم. وهذا فهذاك الفيديو اول حاجه درتها انني بعدا من خلال الزياره ديالي للمنطقه ديال الريف اكثر من مره شفت بعدا واش داك البحر كنعرفو، واش ديجا انا شفتو ولا لا، باش نمشي نسول باش نعرف، لان الريف راه ماشي شي منطقه صغيره، راه الريف تبارك الله راه بادي من النواحي ديال الحسيمه حتى الاخر ديال الناظور. فلهذا مشيت كنسول، بديت كنشوف انا بعدا راسي واش عرفت ذاك البحر، ما عرفتوش. فمشيت سولت واحد السيد تما من الوقايه المدنيه، قلت له ودي اش من البحر هذا عندكم؟ فالجواب ديالو كان جواب بسيط، لان هذا البحر هذا ما كاينش ولانه ريفي. قال لي ودي راه هذه اللهجه هذه راه ماشي ديالنا اصلا، هذا كيحاول يهضر باللهجه ديالنا. شوف هذا الفيديو هذا الاصل ديالو منين جا. فهذاك الشيء اللي درت، بديت كنقلب على الفيديو الاصلي، بديت كنلاحظ بان لا الصور ديال دوك الناس ولا اللباس ديالهم ما كيكونش عندنا بداك الشكل في المغرب. كذلك اللباس ديال واحد السيد تما ديال واش السلطات الامنيه ولا هذا ما عنده علاقه بالمغرب. فلقيت الفيديو الاصلي ولا غادي نعرض لكم واحد المقطع منه هنا، واحد الجزء واللي كيهضر فيه السيد باللغه الانجليزيه والناس اللي كاينين تما كيهضروا بالونجلي، بمعنى ان الفيديو حقيقي ولكن ماشي من المغرب، وداروا عليه صوت مغربي باش يقولوا بان راه سواحل المغرب هذه وسواحل منطقه الريف. اذا هذا الفيديو فيديو غير حقيقي ولا علاقه له ولا يمت بصله لبلادنا. ندوزو الفيديوهات الاخرى او جوج صور الاخرى اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكيقولوا ظهور القرش في مدينه اكادير، شواطئ اكادير. انا والله منطقه كنعرفها مزيان، مع شفت هذوك الصور عرفتهم. هذاك واحد الفيديو كاين في لامارينا، الناس اللي ولاد اكادير اللي ديجا مشاو لاكادير راه كيعرفوا لامارينا. ثم الفيديو الثاني كاين في الاخر ديال الكورنيش ديال اكادير، اللي هو حدا لوطيل ديال سوفيتال. كان الاخر اللي كنا حنا فاش كنا صغار كان هذاك هو الاخر ديال البحر، تما فين كنا كنمشيو نلعبوا الكره باش ما نديرونجيوش يعني الناس اللي كتكون جالسه تما والعائلات. دابا راه تبارك الله راه تزاد توسع داك الشيء، اللهم بارك. ف شفت هذوك الفيديوهات تما والصور كذلك، فمشيت كنسول شنو كاين بالضبط. فقالوا لي بلي هذاك ماشي قرش، وانما هذاك نوع ديال الدلافين اللي عنده واحد الاسم، وفاش كيكبر في العمر ولا هذا كيولي كيخرج جيد السواحل تما. وكما كنعرفوا جميعا الدلافين ليست حيتانا مؤذيه، يعني الدلافين ما كتأذيش الانسان. وراه كاين كاع واحد المنتجع في النواحي ديال اكادير في انزا كيمشيو يلعبوا مع الدلافين تما، كيخلصوا وكيلعبوا. يعني القرش القاتل ولا لوركا هي الحوت القاتل ما كايناش في السواحل ديال اكادير ولا في الريف، وكل ما ينشر مجرد اكاذيب. فطلبت من السيد يعني معطيات اكثر باش نزيدوا نفهموا شنو كاين. فقال لي ودي هذا النوع ديال الدلافين اللي كيتسمى الريسو، تيكون الراس ديالو بحال مربع شويه. فقال لي ودي هذا النوع هذا راه كيجي عندنا هنايا في السواحل في الصيف، كيبدا يدور ما كيشكل حتى شي خطر. اما بخصوص القروش ولا لوركا راه ما كتجيش في هذا الوقت كاع للسواحل، هي في الغالب ما كتجيش للسواحل نهائيا. وفاش كتجي يعني في وسط العام، فاش كتكون ايامات البرد، فاش كتكون ديك يعني الهجره اللي كيديروها، كيدوزو من بلايص بعاد، يعني بحال كنهضروا على واحد المسافه بعيده على الساحل، كيشوفوهم دايزين في هذاك الفرق ديالهم. لوركا علاش كندوي
فكيدوزو في ديك مرحله الهجره، ولكن ديك الساعات حنا اصلا ما كنكونوش كنعوموا وما كيدوزوش من الساحل. حنا الساحل هو البلاصه اللي كنعوموا فيها حنا، لا كيكون نيت العمق، يعني الجهه ديال الباركوات والفلايك والشلوطيات اللي هما اللي كيشوفوهم ديزين، والفتره ديالهم يعني الفتره ديال البرد اللي حنا اصلا ما كنكونوش كنعوموا فيها. زائد هذاك النوع اللي كيدويو عليه اللي كيخرج اللي شافوه في مصر ولا هذا ما كيدورش عندنا حنايا. فهذه هي الخلاصه اللي كاينه بخصوص لا القرش ولا الدولفين عندنا هنايا في السواحل المغرب. انا ما فهمتش كل عام كيخرجوا هاد الشائعات عندنا في البلاد. الناس وصلت انها كاع تركب دي زوديو على فيديوهات وتبدا تعاود قصه ما كايناش. واش هادو مخططات لضرب السياحه عندنا في بلادنا؟ واش هادو مخططات باش الناس يعني عياو يهاجموا السياحه عندنا في البلاد ما خرجوا علينا ديال الاساطير والخرايف باش يبعدوا السياح على بلادنا؟ وجاتهم اخيرا هذه الطريقه هذه ديال القرش، حيت عقلا فاش وقعات في مصر الناس راه صوروا داكشي صوت وصوره وفيديو شناه كاملين. هنا في المغرب لحدود الساعه حتى واحد ما قدر يجيب لنا فيديو باين يقول لنا ها القرش هجم ولا ها القرش خرج. كنشوفوا مقاطع فيهم زعنفات، فاش كنجيو كنقلبوا كنلقاو بانه سوا الدولفين سوا داك اللي كنسموه حنا المش ديال البحر، واللي هادو كلهم يعني حيتان واسماك لا تهاجم الانسان. ما فهمتش الناس اللي كدير هادي. فلهذا زعما من هذا المنبر كنطالبوا فتح تحقيق بخصوص الناس اللي نشرت هذا الفيديو هذا واللي دارت فيه الصوت، وكذلك الناس اللي بدات كتنشر اكاذيب اللي الغرض منها هو زعزعه الامن والاحساس بالامن عند المصطافين وعند الناس اللي باغيين يتبحروا. فهذا الشيء اللي كاين الاخوان الى هنا. الى بانت اي معطيات جديده غنشارككم بها، وإلا كانت شي خطر في الشواطئ ديالنا فكونوا على يقين انني غادي نكون انا من الاوائل الذي ينادي بهذا الشيء هذا، لاني انا انسان كما كيعرفوا الناس اللي متابعيني عزيز عليا البحر. كنمشي ليه تقريبا كل اسبوع، حتى في ايامات البرد كنعوم. فاش كنقول لكم ديك الساعات هاد الحيتان كيكونوا في وقت البرد كنتفكر راسي بانني انا اصلا كنعوم في وقت البرد. فجاتني الضحكه واحد الوقت. زعما لو كان هناك خطر كنت انا اول من سيحذر منه، لانني انا انسان يعشق البحر وتيمشي لي ديما، فنخاف على راسي كيف ما نخاف على الناس كاملين. فالى هنا الاخوان، استودعكم الله يحفظ بلادنا.